السلام عليكم لا فامي، جيسبر تكونوا كاملين مزيان ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. رجعت لكم. المهم هذا الفيديو اللي بديت لكم وانا كنتمشى باسكو راني غادي لاصال، حيت اليوم غادي يلعب المنتخب المغربي وكما نقولوا البروغرام ديالي دربج تاع لاصال. لهذا الخوت قررت نمشي بكري اليوم لاصال ان شاء الله كما راكم تشوفوا دابا راني غادي، باسكو انا ما نقدرش نضيع البروغرام ديالي راكم عارفين. خوت غادي نبارطاجي معكم السيونس ديالي كيفاش غادي ندوز هذا النهار. ابخي غادي كي نرجع للدار نلبس حوايجي ناكل شويه نريح ونتلاقاو في الكافي ان شاء الله مع جويه ساعات باش غادي تبدا المباراه ديال المغرب مع اللي غادي تجمع المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي مع جنوب افريقيا. غادي تكون مباراه قويه وحظ موفق للمنتخب المغربي ان شاء الله. هذه المباراه اللي قويه بزاف. لهذا الخوت خصهم كما نقولوا المغاربه خصهم يزيروا راسهم ويلعبوا مزيان ويديروا القلب كثر من اللي كانوا كيديروه، كثر من اللي كانوا كيلعبوا ديجا في هذا النهار هذا. اليوم سيرتو اليوم خصهم يعطيو الماكسيموم. علاش غادي نقول لكم علاش؟ حيت اليوم ماشي كيما دوك اللي كنتو تشوفهم قبل نتاع المجموعات وكذا، يعني تقدر تخسر تعوض في الماتش الجاي تمشي لك 3 بوان تجيب بوان. اليوم اللي خسر غادي يخرج، يعني اليوم اللي كيخسر كيخرج صافي، يعني كتإليمينا من هاد التورنوا هادي وكتمشي من هاد لاكوب دافريك. لهذا نتمنى من المنتخب المغربي يدير واحد القلب كاع بوحده ويزير، مهما رغم ان الاصابات عندنا ورغم ان اللعابه يعني نصهم ما تيشاركوا كما مداري، ولكن الصبر هذا هو خصنا نديرو هاد الصوالح وفوالا ولا يخرج هاد الماتش على خير وصافي وديما مغرب وعندنا ثقه في الدراري ديالنا. يلا الخو دابا اللي قربت لاصال غادي ندخل دابا نبدل الحوايج ديالي ندخل نبارطاجي معكم واحد السينماتيك خفيفه ديال لاصال لا سيونس ديالي كيفاش دازت. ابخي كي نخرج نرجع لكم صافي. تحياتي لكم. خوتي العزاز رجعت لكم. واحد الحصه ما شاء الله واعره، وتلاقيت زوج ديال الناس موجده هنايا كانوا في لاصال مي ما بغاوش يبانوا معايا صراحه. زوج ديال الناس موجده هنا يعني موجده، ولكن جاو اول مره نشوفهم هنا في لاصال، وصراحه كانت واحد الحصه اللي زوينه بزاف وترينيت مزيان. قلت لكم غير واحد اللقطات حيت ما بغيتش باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف عاوتاني. ما الا عجبكم بحال هاد المره هكا نبقى نبارطاجي معكم لا سيونس ديالي كيفاش كدوز، خليوها لي في لي كومونتير ونبقى اي حاجه اي سيونس تكون عندي كيمشي لاصال ولا نلقى لكم الوقت ولا شي حاجه تكون عندي بحال هكا شي سيونس ولا نبقى نبارطاجي معكم لي سيونس ديالي ودوك الصوالح كاملين. ودابا الخوت المهم دابا التليفون ديالي مع شويه يعني في لاصال تحركت به وفي الليل ما تسارجاليش مزيان. غادي نمشي دابا للدار باش نحطو شويه تسارجا ويريح شويه حتى هو ابخي باش يشد لي في الليل كامل. ما غادي نبارطاجي معكم الماتش ديال المغرب كيفاش غادي. خوتي العزاز غير واحد النصيحه خفيفه، نتمنى اي واحد فيكم اللي ما يكونش يدير سبور يولي من هذا الفيديو هذا يولي يدير سبور ديالو، حيت السبور الخوت كيفيت عليكم بزاف تاع الصوالح، كينقي لكم العقل، كيخليكم بوزيتيف في الحياه، بزاف تاع الصوالح. كل واحد فيكم يدير اللي بغا في حياته، وهذه يعني الحياه تاع اي واحد ما نقدرش نفرض عليه شي حاجه، ولكن بالنسبه ليا السبور حاجه مهمه في الحياه. فوالا لا فامي ديالي الزينين راني رجعت لكم دابا، غادي نتوجهوا ديريكتومون دابا للكافي ودابا البيس ها هو راه جا. يلا غادي نطلع ونوري لكم طلعت دابا في البيس. رحنا غاديين حيت كنت باغي نستنى الترام مي الترام باقي له بزاف غادي يطلع ليا، والوقت راكم عارفين باش البحر نوصل الكافي نقولوا المسائل. يلا بغيت نخليكم معنا كي نوصل الكافي رجع لكم. هانتوما واحد لابسين المنتخب راه لتحت ما غير البرد وصافي، فهمت داكشي علاش. المهم الخوت كما راكم تشوفوا دابا راني وصلت للكافي. المهم بالنسبه لي الدعوه راه عاد بدات كتعمر دابا شويه، وبالنسبه للمباراه باقي لها واحد ساعه ونص ديال السوايع كاع ماكسيموم. غادي باش ما نشوفوش الفيديو طويل بزاف، غادي كي تقرب المباراه تبدا غادي نرجع لكم. يلا الخوت المهم 5 ديال الدقائق اللي بقات باش غادي تبدا المباراه، غادي نقلب لكم دابا لا كاميرا باش تشوفوا بحال نتوما راكم عايشين معايا في الماتش. عمرهم داخلين دابا
خوت اول محاوله ولكن كانت قريبه بزاف، ولكن كان اورجو صراحه. فيها ان شاء الله فيها. دابا راهم لعبوا 30 دقيقه ديال اللعب، كاين فيها محاولات ولكن المهم يعني الريتم صافا. جنوب افريقيا دار واحد التيره واعره اللي كيمشيو على بونو، والمنتخب المغربي داروا بعض المحاولات ولكن نتمناو اداء اكثر وحسن، حيت اي لحظه يقدروا يسجلوا. زيد ان شاء الله. يضيعوا قسيمو بالله. هادي هنا عادي خصو يسير، قسيمو بالله خصو يسيريها تما يمارك هذا الفيديو ديالو. اصاحبي هاد الاخطاء انا كاع ما نحملهمش، قسيمو بالله غادي ندموا على هاد التضييعات، ندموا على هاد التضييعات. لا حول ولا قوة الا بالله وصافي. المهم خوت بخوميغ ميطو راه ساهله دابا، فرص محققه ضاعت و الله ينورك شكرا. مي صراحه الله الخوت نقول لكم المغرب كيضيع بزاف، كيكونوا عندنا فرص محققين الاهداف وكنضيعوهم، راه ما تماش. يقدر جنوب افريقيا تجيهم فرصه وحده غيساليو معاه. المهم الخوت هو دابا غادي يبدا الدوزيام ميطون، خليكم معنا دابا غادي نقلب لكم دابا لا كاميرا باش تفرجوا. نتمنى ما يضيعوش عاوتاني هذا الشوط الثاني، ونتمنى نتهناو مما كاين لا اشواط لا بيلانتيات لا والو. خوت انا قلتها لكم، المهم هما دابا راهم متفوقين علينا بواحد الصفر، هما سجلوا علينا. انا قلت لكم هما جنوب افريقيا غتجيهم الفرصه ما غيضيعوا، المهم خوتي راه فيها بينالتي، لا حسبوها باذن الله تسجل نجيبو غير التعادل وموراها نشوفو واش غير. الخاطر ديالي راه مزيره. ضاعت الفرصه ديال التعادل، ضاعت مشى التعادل. انا ما لقيت ما غادي خوت. كما شفتوا هذه نهايه المباراه، تم اقصاء المنتخب المغربي، وصراحه الله كانوا بزاف ديال الاخطاء في المباراه. المهم انا نهضر معكم من نفس دابا كنهضر معكم والله ما في خاطري كاع نهضر بحال النفس ديالي من العالي. المهم ضيعنا بزاف، كانوا فرص ما استغليناهمش. قلتها لكم في البدايه، قلت لكم جنوب افريقيا لا لقاو الفرص ما غاديش يعطلونا، وداك الشيء اللي كان. المهم قدر الله ما شاء فعل، داروا اداء المغاربه. المهم لعبوا، داروا اللي في جهدهم، ما كتبتش كره. حكيمي شفتو ضيع ركله جزاء اللي كانت هي اللي كانت تفصل بين اللعب، كان مركح حكيمي غادي نقدروا يعني نكون شي فرق، ولكن من ضيع بيناتي بحال كل شيء دار ديما مغرب. وعقبال المره الجايه ان شاء الله يقدموا شي اداء زوين، وكل واحد فيكم يخلي لنا الراي ديالو حسب المباراه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.